الدنيا برد كتير والشهر شهر الخير شهر رمضان، هذا الوقت المناسب لهي الوصفة. وصفة الكنافة رح نساويها على الغاز من غير فرن، رح تطلع من أروع ما يكون. تابعوا الفيديو لحتى تعرفوا شلون تطلع معاكم مثل ما أنتم شايفين. اللي بيشاهدني لأول مرة، أنا هنادي وهي قناتي سفرة هنادي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. طبعا أنا عاملة الكنافة بالقشطة قبل بمرة بالفرن، كتير بتطلع طيبة، وهي الطريقة كمان كتير بتطلع طيبة. إن شاء الله بتجربوها وتعجبكم، خصوصا للناس اللي ما عندها فرن واللي بتحب الكنافة كتير، فهي الطريقة إلكم. أما الناس اللي بتحب تعملها بالفرن بتطلع من أروع ما يكون. رحب فيكم جميعا، ومباشرة رح نبدأ بطريقة العمل والمقادير. هون بالبداية أخدت نص كيلو من الكنافة مجمدة، ومثل ما أنتم شايفين جبت سكينة وبلشت أقطعها. بإمكانكم تقطعوها بالسكينة أو تنتفوها بإيديكم، بس تكون مجمدة بيسهل عليكم كتير تقطيعها، وإنكم تنعموها بالشكل اللي أنتم شايفينه. ورجعت الأشياء الكبيرة أو الخيوط الكبيرة من الكنافة، رجعت فتفتها بإيدي مثل ما أنتم شايفين. وحطيت على نص كيلو الكنافة حوالي 100 غرام من الزبدة أو السمنة اللي مسيحتها بالميكروويف، أو أي مادة دهنية بتحبوها، بس لازم تكون نوعيتها ممتازة. جبت الصينية اللي بدي ساوي فيها، هون قطر الصينية 24. أنا بدي إياها سميكة، ودهنتها بزبدة أو سمنة، المادة اللي بتحبوها، المادة الدهنية. وبعدين بلشت أحط فيها نص كمية الكنافة. ولازم هون اتأكد إن القاع تبع الصينية مسكر تماما وما في أي فراغات حتى ما تلزق القشطة اللي بدي أحطها بقاع الصينية ويتبهدل شكلها. بعد هيك جبت صينية بنفس المقاس ورصيتها مثل ما أنتم شايفين، بعد ما حطيت نايلون على سطح الكنافة اللي مديتها بالصينية. ولازم تكون حواف الصينية مرتفعة حتى ما تطلع القشطة من الجوانب تلتصق بالصينية. بعد هيك بدي بلش أعمل القشطة أخذت معلقتين من النشا وثلاث معالق من السميد الناعم. طبعا شوحتهم مع السمنة اللي أنا حاططها حتى بلش يتغير لونهم وصرت شم ريحتهم. وبعد هيك ضفت حوالي 3 أكواب من حليب السائل، وبمر إني حرك فيها حتى ما تكتل. طبعا أنتم شايفين فيها تخريزة، هاي التخريزة سببها وجود السميد بالقشطة. ضفت لها كمية من القريشة أو القشطة أو علبة قشطة أو قشطة عربية من اللي بتتكون فوق الحليب بس نغليه. وهون أنا ضفت القريشة، اللي ما بيعرف يعمل القريشة يرجع لفيديو الجبنة الكريمية وراح أحط لكم رابط بصندوق الوصف. وبعد هيك مباشرة حطيتها بالصينية فوق الكنافة، وبلشت مد الكنافة اللي ضلت معاي فوق طبقة القشطة، ولازم سكر الطبقة تماما لأني بدي أرجع أقلبها وأشوي وجهها كمان مشان ما تلزق معاي بالصينية. مثل ما أنتم شايفين كملتها لحتى سكرت كل الأماكن اللي فيها باين القشطة. وهلأ بدي أحطها على نار متوسطة. طبعا بعد ما نظف الحفاف مثل ما أنتم شايفين النار أقل حتى من المتوسطة، وأنا حاططها على طرف الصينية. وهلأ كل 30 ثانية بحركها حتى تاخد لون من كل الاتجاهات. وبهاي الأثناء بدي أحضر للقطر، فباخد كاسة وربع من السكر، كاسة من المي، وبحطهم على الغاز. بس مو هلأ، بس اقلب الصينية وحمر وجهها السفلي. بلش حمر وجهها السفلي مباشرة بدي أحط القطر على النار، لأنه لازم يكون القطر حامي وصينية الكنافة حامية حتى تطلع معي طرية ومن أجمل ما يكون، وما تغلبني يعني هيك ما تطلع تفتفت. فهدول الخطوتين لازم يكونوا مع بعض. وبعد 3 ساعة من تدوير صينية الكنافة على النار صارت أطراف الكنافة هيك ذهبية. هلا بهزها مثل ما أنتم شايفين قلبتها. هلا بحطها برجع على الغاز، وكمان بنفس الشي حتى تاخد لون من تحت، تاخد وقت بين ال10 دقايق والربع ساعة. وكمان نفس الشي بحطها على الطرف وبدورها حتى تاخد لون من تحت. حطيت القطر حتى يغلي بنفس الوقت، لأني بدي تستوي الكنافة أو يتحمر وجهها التحتاني والقطر يغلي بنفس الوقت.
فهلأ القطر بدا يغلي. هلأ بدي أضيف عليه ربع معلقة من حمض الليمون أو معلقة صغيرة من عصير الليمون، باخلّيها تغلي دقيقتين وباخلّيها على جنب لحتى تستوي الكنافة. شايفين ما شاء الله الكنافة شلون طلع لونها من أروع ما يكون. هلأ بدي أضيف عليها القطر وهو سخن. طبعًا باجيب معلقة مخزّقة مشان ما تفرط عندي الكنافة كونه بعدها سخنة، وبصُب القطر على المعلقة، وبإمكانكم ما تصبّوا كامل كمية القطر. أنا أخدت كاسة مي وكاسة وربع من السكر، بإمكانكم تقللوا أو تكتروا حسب الحاجة وحسب اللي أنتم بتحبوه. متل ما أنتم شايفين هلأ بلّشت شكّل شكل الكنافة وعملتها بما يتناسب مع هذا الشهر الفضيل، عملتها بشكل هلال. اشتغلت كامل خطوات الكنافة وأنا عم ساوي الفطور، حتى إمتى ما حبيت أشويها باشويها. بعد ما فطرنا وجرينا الجليات وقمنا صلينا التراويح حطيتها وشويتها وطلعت هاي النتيجة ولا أروع من هيك. جربوها كتير رح تعجبكم، وخصوصا بهذا الشهر الفضيل. مثل ما بيقولوا حبايبنا المصريين ريحتها جايبة لآخر الشارع. ريحتها كتير طيبة، طعمتها كتير طيبة، والقشطة دايبة دوبان. كل لقمة فيها بتاخدك لعالم تاني، ومثل ما قلت لكم روعة روعة، ريحتها روعة وطعمتها كتير كتير طيبة ودايبة دوبان. بتمنى من كل اللي عم يحضروني إذا عم تعجبكم الوصفات، وإذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.